السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا باش نخيطوا هذا الموديل وغادي نوريكم كي نديروا بليات وكي نديروا ستفوهم. نتمنى غير الفيديو ما يجيكمش طويل لخاطرش ما غادي نقلع لكم منه والو في البليات باش تشوفوا بليات كيديروا يتستفوا غايه. الموديل تاع كل باطو ها هو كي درت خدمت له البليات نتاعو راني ستفتهم له. هذا الصدر، هذا هو الصدر اللي تحصلنا عليه تاع البلوزه نتاعنا. وهذه الفينه اللي وريتها لكم هذه خدموا بها لي غوب سواغي ديال 80 ملم. انا قسمتها على 4، قسمتها في الوسط، هي جايه دوبلاج. اوليو باش تشري متر تاع فينه في موديل واحد اخر، هذه تشري متر تخرج له 2 مترات. انا هذه راني قسمتها على 4. راني قسمت هذه 2 ازياء خدمت بهم الصدر الخلفي، والان غادي نخدم معكم الامامي. وهذاك الفينه تاعنا التيل العادي اللي نخدموا به، هذه كي نكمل نغلفوا بها الصدر نتاعنا. هذه هي الاشياء اللي نحتاجوها باش نخيطوا هذا الصدر كورباط على بركه الله. الان نبدو باش نخدموا. كيما قصتها هنا راه عندي العرض نتاعها عندي واحد 58 سنتيم، بصح ما نحتاجهاش كاع خاطر غادي تبقى لي منها شويش. اما الطول اللي راه عندي فيه متر و60. نبدو من الوسط باش نخدموا بليات تاعنا. نكملوا بليات تاعنا بهذه الطريقه. كما كتشوفوا معايا بالعقل
نخدمو بلية تاعنا حتى للاخير. بهذه الطريقه. ها هو الشكل اللي تحصلنا عليه. هنا الان انا هنا غادي نحددها عدد المقاس الجزء الزائد ونوريكم الكواتي الزوجه كي نديرو نخدموها. هاهي بعد ما حددته شوف خرجت معنا، شوف بليات كيرقدو. انا الان غادي نخيط هذه الناحيه وهذه الناحيه، نخيط هنا في الاسفل ونمقص الجزء الزائد اللي راه عندي ونوريكم كي نديرو نخدمو الناحيه الثانيه. هاهي بعد ما خيطنا شدينا بليات تاعنا بالخياطه، نحاولوا نقلعوا لي زيبان تاعنا بهذه الطريقه. الان نحاولوا نمقصوا الجزء الزائد اللي عندنا الفينه تاعنا. هذه هي النتيجه اللي غادي تحصلي عليها. نفس الشيء في الناحيه الثانيه. انا هذا الجزء اختنت به لي مونش، غلفتهم. بعدكم نوريكم لي مونش كي خرجوا معنا نفس الاتصالات تاع كل باطو، شوا شويه صغير عليها. الان هنا غادي نبدا من هذه الناحيه باش نكروازيها مع اختها. نفس الشيء نطوي هنا الفينه تاعنا حوالي 1 سنتيم، ندخلوها نحاولوا هنا نطويها الناحيه الثانيه ونحاول نقيس. شوف الوسط نتاعي ونشوف هنا هذا قداش راه عندي هنا باش نديره في الناحيه الثانيه. تما هنا غادي كي نقيس هنا غادي نحاول نعلم باش نعرف روحي وين نكروازي بهذه الطريقه. دوك هنا نعرف وين غادي ندير بليات تاوعي في الناحيه الثانيه. نتمنى غير الشرح تاعي يكون واضح بهذه الطريقه. ونشدو الفينه نتاعنا نحاولوا هنا نطلعوها باش من بعد متكونش خاصاتك.
بهذه الطريقه. تحطي الاولى الاخرين يجوك سالكين على بركه الله. كيما كتشوفوا معايا غير بالعقل وحاولوا تخدموهم يخرجوا لكم شابين. انا في الاول كنت حاسبتهم صعاب بزاف، بصح من بعد ما خدمتهم جاوني ملاح، زعما شويه فيها صبر غير بالعقل وتخدمي وتجيك الخدمه سهله. انا هذه اول مره راني نخدمهم وقلت نشارككم بهذه الخدمه اللي غادي نخدمها. كاين بعض الاخوات يبغوا يتعلموا كيفاش يعلمهم، نحاول نعطيكم دروس قدر المستطاع باش تستفادوا منها، ربي يجعلها في ميزان الحسنات. انا اللي عليا اللي نقدر نديره راني نوريه لكم. كاين بعض الاخوات يطلبوني على بعض الخياطه، انا ما تكونش عندي كليون طلبتني عليها ولا على بها ما نبقاش ندير لها فيديو. انا نخدم لي فيديو تاعي حسب ما نخيط، حسب طلب الزبونه، ما نبقاش ندير فيديو غير هكا باسكو كاينه حاجه ما نحتاجهاش باش نلبسها باش نقدر ندير لكم عليها فيديو على بها. كاين بعض الاحيان بعض الاخوات ما ندير لهمش طلبوا مني، هي ان شاء الله من القدام كون عندي الوقت وكون عندي الامكانيات نقدر نخدم هكا حاجه وما نكونش محتاجتها، قادره تبيعيها من بعد ولا. بصح انا ما عنديش امكانيات كبيره باش نقدر نخدم شي صوالح ونخليهم عندي، على بها نخدم حسب طلب الزبونه. وان شاء الله نوفي بالوعد تاعي لجميع المشتركات اللي عندي في القناه واللي يكونوا يطلبوا مني بعض الاشياء. ان شاء الله ربي يقدرني ونقدر ندير لها فيديو نوريها طريقه اللي يخدموا بها. كما كتشوفوا معايا بالعقل كيما خدمنا الناحيه الاولى نحاولوا نخدموا الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه جاتني شويه صعيبه باسكو ما جاتني على حساب يدي، الاولى كانت على حساب يدي على بها جاتني سهله في الخدمه نتاعها. حاولي تكملي البليات تاعك دائما تحدي باسكو الحداد راه يشد لك الخدمه نتاعك تجيك الخياطه سهله. انا حددتها من الاسفل على خاطر هادو لي زيبان اللي عندي فيهم بلاستيك، لو كان كيما هادو تاع الحديد عادي تحدي فوقهم، اما هادو ما تقديش تحدي فوقهم. كاع حددتي غير تاع بالخوف هكا درت انا غير لافابير وخرتها وحددت من الاسفل خاص تخافي يدبولك ويلصقولك على القماش. بهذه الطريقه بالعقل حتى نكملو. انا غادي نحاول ما نحالكم من الفيديو والو باش تشوفوا الطريقه اللي خدمت بها.
نحاول نطلعهم شويه باش كي نبغي نخيط ما يغبنونيش، باش انا حتى نخيط نحيهم. بهذه الطريقه حتى لي يكملوا. هيا بعد ما كملنا الان غادي نقص جوج الزائد اللي عندي ونحددها كما عملت المره الاولى عاده باش نخيطها. بهذه الطريقه هيا النتيجه اللي تحصلوا عليها صدقوني جد رائعه.